السلام عليكم. مبروك انه صرنا كلنا سوا اليوم، صح؟ واليوم النساء اللي شفناهم بالحسكه هن اخواتنا وبناتنا واهلنا. وجودنا هون شيء طبيعي نكون موجودين هون، لازم نكون ابكر كمان لو ما كان في اعياد ورمضان. اليوم نحن موجودين بحب ورح نتفاعل بالعمل سوا. عنا لجان رح تكون موجودة لنشتغل. همنا الأخراني، الهم الوحيد، هدفنا إنه شعبنا السوري بكل مكوناته يعيش منيح، يكون عنده حياة أفضل، ونشتغل لسوريا الواحدة. عنا هلا اللجنة بلشت، عنا لجان الدمج اللي نحن من وزارة الشؤون بدمشق ومن الموجودين كمان هون الحسكة، ونحن اليوم بلشوا. هلا نحن رايحين فورا لنقعد معهم بهالجلسة. ما بنحكي كثير، نحن بنعمل لجنة وبنبلش بنشتغل، وعنا خطة زمنية ورح نشتغل بقال. ننسق الخطة الاستراتيجية بسلاسة، وشكرا لكم بالأول. خيراتنا حميد أسباسيا وزيرة جديدة بهفتورة أمي نقاشة كي بدن مشان يعني بخصوص عمل النساء، نشاطات المرأة بالحسكة. مع بعض راح نناقش بعض الأمور. أهلا وسهلا فيكم. إياكم بس تحضروا لنا مع بعضكم شو ممكن نحن كمجتمع مدني نسائي شو فينا نعمل سوا، شو فينا نشتغل سوا. عندنا هيئة الأسرة والسكان اللي هي هيئة المرأة، وعندكم كمان موجود هون هيئة المرأة. بعد ما رح يصير في هيئتين، رح يكونوا هيئة واحدة. بدنا اياكم بطريقه بفتكر نوري رح تكونوا تيسروا هلا الجلسه، وبدي بس بعدين تبعتوا لنا مع شيرين مرحبا، بدكم تيسروا الجلسه. ونحن انا واستاذه الهام نطلع ونكفي كلامنا. بدنا اياكم بس انه تقولوا لنا شو المشاريع اللي بتشوفوها كثير مفيده لنشتغلها مع بعض كنساء. ما بقى في نحن وانتم، صرنا كلياتنا سوا، بس بتخبرونا ونحن بيكون عندنا هيدي المخرجات، هيدي الورشه اللي نحن كثير بهمنا، ونحن كثير مبسوطين بوجودكم. اسمعوا القرار حتى تستطيع انه النساء تبلش نضالها النسوي في سبيل تحصيل حقوقها. بالإضافة لأنه في جانب حقوقي جدا مهم لازم نشتغل عليه نحن هون، هو موضوع العمل على إلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة، وخصوصا القائمة على تفسيرات فقهية مختلفة. يعني ضروري كثير نشتغل هون على رؤى بقانون الأحوال الشخصية، بقانون العقوبات، العنف، موضوع العنف الأسري لازم ينشغل عليه كثير. دستور چاوا بنویساندن لفدره گلک اشارات استفهام بسره مدا چیبون لگوری نرینا من ده پیشنیار من هنه، ده نرین من هنه، ده رأیا من هنه کود بیشن به وی آوای به نویساندن به رونشکاندن جبوی ما همیان وی ببه يعني بشتك ويش بوي ما ببه هزك یک دستور کی سوری بیرونشکاندن لید برچاو را هرم وره دستگرتن مناک جنا قول شام جياندك احتياجات وين ناش بيجنا كل حلب جياندك. انه حاليا بعمليه الدمج في تحديات كبيره، يعني عمليه الدمج ما هي عمليه سهله. نحن وقعنا عده اتفاقيات، بهالاتفاقيات هاي لازم يكون في التزام من الطرفين. لكن بسبب انه دائما هي موضوع الاندماج عم تنفهم حسب يعني بشكل يعني في منظورين للمعنيين للاندماج، في دمج
مثلا يعني بيحافظ على الخصوصية وبيعترف بالمقابل وبيصير في اندماج، لكن في اندماج بيعني الانصهار والانحلال ضمن المؤسسة المعنية. فالاندماج اللي نحن بنتحدث فيه انه لازم يكون في اعتراف بخصوصية المنطقة، وخاصة انه اتفاق 18/1 كان فيه مادة الحفاظ على خصوصية المناطق الكردية. فضمن إطار هذا البند يعني لازم يكون في يعني حفاظ على هذه الخصوصية، لكن بسبب السرعة وبسبب أنه أحيانا ما بيكون في برمجة بتشوف في تحديات، يعني بتظهر تحديات كبيرة أمام عملية الاندماج، وخاصة بموضوع دمج النساء.